السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي خليفة ودي ضربة مفك. سنة 2025 جابت لنا منافسة نارية في عالم الموبايلات، خصوصا في الفئة السعرية من 10 ل 15 ألف جنيه. زمان كان الموضوع بسيط، أي موبايل جديد بينزل في السوق كنت بتشتريه وخلاص. لكن دلوقتي المنافسة بقت شرسة، والشركات بقت بتحاول تقدم أفضل مواصفات بأقل سعر ممكن. وفي وسط الكم ده كله ممكن تحتار، أختار إيه؟ أركز على الشاشة ولا الأداء؟ أدور على الكاميرات ولا البطارية؟ في الفيديو ده هنتكلم عن أهم الموبايلات اللي نزلت في الفئة دي، هنفصل مميزات كل واحد وعيوبه، وهنقول لك مين الأنسب لاحتياجاتك. لو بتدور على الشاشة الأفضل والتحديثات الأطول يبقى سامسونج A36، سعره حوالي 14500 جنيه لنسخة. الشاشة هنا حاجة تفرح، سوبر أموليد بحجم 6.7 بوصة بدقة FHD بلس ومعدل تحديث 120 هرتز يخليك تحس كل حركة نعومة. معالج جوه الموبايل سناب دراجون 6 جن 3 بتقنية 4 نانومتر ثماني النواة وكارت رسوميات أدرينو 710. الاستخدام اليومي سلس في التصفح والسوشيال والألعاب الخفيفة، بس في الأرقام المنافسين بيغلبوه شوية. التخزين عندك اختيارات كتير، 8 أو 12 جيجا رام وتخزين من 128 لحد 256 جيجا. الأداء ثابت لكن مفيش مكان لكارت ميموري، يعني لازم تعتمد على المساحة الداخلية. الكاميرات الخلفية فيها 3 عدسات، الأساسية 50 ميجا بكسل مع OIS، واسعة 8 ميجا بكسل وماكرو 5 ميجا بكسل وتصوير فيديو لحد 4K. السيلفي 12 ميجا بكسل برضو بيدعم 4K. الصور النهارية تحفة، لكن في الإضاءة الضعيفة الجودة تنزل شوية. البطارية والشحن، بطارية 5000 ملي أمبير هتشيلك يوم كامل براحتها. الشحن السريع 45 واط بيشحن حوالي 66% في نص ساعة وكامل في أقل من ساعة و10 دقايق، والاختبارات قالت إنه بيكمل معاك أكتر من 13 ساعة استخدام فعلي. أما بقى لو بتدور على الشكل الكيرف والشاحن السريع، ريلمي P1 Pro سعره 14 أو 15 ألف جنيه. التصميم والشاشة شاشة أموليد كيرف بحجم 6.7 بوصة بدقة FHD بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. الانحناءات الجانبية بتدي إحساس بالفخامة، لكن بعض الناس ممكن تلاقيها بتعمل لمسات خاطئة. سطوع عالي جدا، حوالي 1200 شمعة، والوان دقيقه جدا. الاداء معالج سناب دراجون 782 جي، اداء قوي جدا في الاستخدام اليومي والالعاب المتوسطه، لكن مش بنفس قوه معالجات الفلاجشيب. 8 جيجا رام مع 256 جيجا تخزين. الكاميرات الأساسية 50 ميجا بكسل مع OIS، ألترا وايد 8 ميجا بكسل وفي كاميرا ماكرو 2 ميجا. تصوير الفيديو 4K مع ألوان مشبعة وتفاصيل كويسة في الإضاءة القوية، لكن في الإضاءة المنخفضة بيظهر شوية نويز. البطارية والشحن، بطارية 5000 ملي أمبير، شحن سريع 45 واط موجود في العلبة، يشحن 50% في حوالي 25 دقيقة. بالنسبة للأكثر تحملاً، أوبو رينو 13F أو ريلمي 14T، مقاومة مياه وأتربة بمعيار IP68 أو IP69. الأفضل في الفئة دي جسم متين يتحمل الصدمات والظروف القاسية. الأداء معالجات متوسطة قوية تكفي للتصفح والتطبيقات والألعاب المتوسطة. 8 جيجا رام معك 256 جيجا تخزين. الكاميرات بتدي صور حادة جدا في الإضاءة القوية وألوان طبيعية. تصوير فيديو 4K ثابت بفضل التثبيت الإلكتروني والضوئي. البطارية والشحن، بطارية 5000 ملي أمبير، شحن سريع حوالي 33 واط. أما البطارية العملاقة فيفو V50 لايت 5G، معالج دايمنسيتي 6308 النواة بتكنولوجيا 6 نانو، يعني سرعة وكفاءة مع توفير للطاقة. 256 جيجا تخزين ومعها 12 جيجا رام، افتح تطبيقاتك براحتك من غير تهنيج. كاميرا خلفية مزدوجة 50 ميجا بكسل زائد 8 ميجا، وصور سيلفي ب 32 ميجا بكسل، كل صورة هتطلع تحفة. شاشة 6.76 بوصة بدقة 1084 في 2392 مع ثقب صغير، ألوان واضحة وتفاصيل حادة. بطارية 6000 ملي أمبير هتكمل معاك اليوم وأكتر من غير قلق. الخلاصة، لو بتدور على الشاشة الأموليد والتحديثات الطويلة سامسونج A63، والشكل الفخم والشحن السريع ريلمي B1 برو، وللأعمال الشاقة والتحمل أوبو رينو 13F أو ريلمي 14T، والعشاق البطارية العملاقة فيفو V50 لايت 5. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش اللايك والاشتراك والشير عشان ما يفوتكش كتير. دمتم في أمان الله.